ازاي اتقابلت في تدريب مع الامم المتحده؟ تعالى احكي لكم القصه من اولها. كنت عادي في فرنسا بامبروف ماي فرنش، فتحت الايميل بتاعي ولقيت ان انا عندي انترفيو مع اورجانيزيشن يونايتد نيشن. انبسطت جدا، دي اول مره. انا على طول بقدم على كذا حاجه، بقدم على شغل، بقدم على فولنتيرنج، بقدم على انترنشيب مع اليونايتد نيشن. كان جالي فولنتيرنج بس ما جاليش انترنشيب او شغل. انبسطت جدا. كنت لسه ساعتها تم ال 21 سنه، وعملت الانترفيو على ان ساعتها ما كانش فيه واي فاي. بس من صاحبتي في تركيا، لا بص هعمل ده يعني هعمل ده اللي بقول لكم عليه، يعني انا هعمل ده يعني هعمل ده. عملت الانترفيو. ساعتها ما كانش في حد بيعمل الانترفيو، ده كان فيرست انترفيو. لو حد بيشتغل في شركه انترناشونال او اشتغل مع نيت نيشن هتعرفوا ان هم ليهم كذا انترفيو. فالفيرست مش بتكلم حرفيا مع روبوت. وفجاه لما روحت مصر في شهر 9 قالوا لي ان هم عايزين يعملوا معايا انترفيو تاني مع الهيد اوف ماركتنج. ساعتها كنت مقدمه طبعا ماركتنج سوشيال ميديا، يعني انتوا عارفين خلاص المجال بتاعي. عملت الانترفيو بجد كان راجل سكر. انبسطت جدا بالكلام معاه وحسيت ماي انفايرمنت. كان طبعا الانترنشيب فولي ريموتلي. عارفين الانترنشيب العموم مش بتبقى مموله، يعني هتدفع الترافل تيكت، هتدفع الاكوموديشن. وفعلا اتقبلت ساعتها. بعدها حرفيا اي ثينك ان كان مقدم 5000 شخص من حوالين العالم. اتقبلت انا وبنت، بس هي كانت في الاوفيس وانا كنت ريموتلي عادي من بيتنا في مصر، وكانت اكسبيرينس تحفه. ساعتها اتعلمت الداتا اناليسيس، بقيت ماركتر داتا اناليست. بجد المجال ده بالنسبه لي جميل جدا. اتعلمت الماركتينج طبعا مع اليونايتد نيشن والداتا اناليسيس، وكنت شغاله على السوشيال ميديا، كنت بعمل كونتنت كالندر. كل ده شهور بجد انا ممكن اقول ان دول احسن شهور في عمري. وساعتها سافرت والجامعه، وده اللي انا بقول عليه مش بعرف اتايم مانجمنت everything. صراحه في الفتره دي انا عامله جمدان، مش هكذب. كنت بطوع وكنت في الانترنشيب وكنت ساعات كمان بسافر، كنت بدرس. يو كان دو ات. وده اللي بقول عليه، لو حاجه بجد مهمه زي دي ما تقولوش لا. لو عايزين اكلمكم اكتر في الفيديوز عن الانترنشيبس قولوا لي ده في الكومنتس. انا هنبسط جدا ان انا اشارك معاكم الاكسبيرينس بتاعتي وازاي بدات اصلا في مجال الشغل، او حتى في مجالات معينه زي الداتا اناليسيس، في الماركتينج، في الفيديو اديتنج. هنبسط جدا. قولوا لي في الكومنتس وما تنسوش تعملوا لي فولو، وقولوا لي محتوى ايه اللي عايزين تشوفوه اكتر. باي باي.